اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم بيقابلنا وبيحصل كتير خصوصا في رمضان، وخصوصا للناس اللي بتعاني من مشاكل في المعدة والمريء. هنتكلم النهارده عن ارتجاع المريء. الاول، ايه هو المريء ده؟ المريء ده هو عبارة عن انبوبة بتوصل الاكل من الفم للمعدة. بتوصل الاكل من الفم للمعدة. في جزء ما بين المريء والمعدة اسمه صمام أو كتلة عضلية، وظيفتها إن هي بتقفل المريء بعد نزول الأكل للمعدة، ما بتخليش الأحماض أو العصارة المعدية ترجع تاني للمريء. طيب، العصارة ديت لو طلعت من المعدة للمريء بتسبب مشكلة وبتسبب الأعراض والحاجات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. العصارة المعدية ديت عصارة حمضية جدا، يبقى قلنا ان هي عصارة حامضية جدا ومؤذية جدا، لكن ما بتأذيش المعدة. ليه ما بتأذيش المعدة؟ لأن المعدة عندها وسائل حماية خاصة بيها، ممكن نتكلم عليها بعد كده. إنما المريء ما عندوش وسائل الحماية ديت، فالعصارة لما بتطلع من المعدة للمريء وهو ما عندوش وسائل الحماية ديت بتسبب مشاكل وبتسبب أعراض، منها التهاب المريء وبتسبب التهاب المريء. الأعراض للمريض اللي عنده ارتجاع مريء بتتلخص في حموضة وقيء وميل للقيء وحرقان، وممكن يحصل شرقة من الارتجاع ده، وممكن الشرقة ده تؤدي إلى التهاب رئوي بعد كده. طيب، الحاجة المهمة جدا اللي احنا عايزين نعرفها في الموضوع ده، ايه هي العوامل اللي بتساعد على ارتجاع المريء؟ العوامل ديت منها مشكله في الصمام اللي احنا قلنا عليه، اللي بيقفل بعد الاكل ما بينزل للمعده، بيبقى فيه مشكله فبيؤدي ان العصاره تطلع تاني للمريء. او بطء في افراغ محتويات المعده مش شغاله كويس، عليها ضغط، مش بتفرغ كويس، في مشكله في الاخراج. فتق في الحجاب الحاجز، لو في فتق في الحجاب الحاجز بيأثر، لان الصمام ده تحت الحجاب الحاجز فبيبقى فيه مشكله. السمنه وزياده الوزن. السمنه وزياده الوزن دلوقتي هنلاقيها داخله في كل الامراض او في معظم الامراض اللي بتقابلنا. وهنا السمنه بتعمل ارتخاء في الصمام اللي احنا اتكلمنا عليه، وبتعمل زياده في الضغط على المعده. الحاجه المهمه جدا نظام الاكل والعادات الخاطئه اللي المريض ده بيعملها، يعني الافراط من تناول القهوه، الافراط من تناول الشوكولاته والطماطم والمشروبات الغازيه والكحوليات للي بيشرب كحوليات، وكمان الشطة وكثرة البهارات. والحاجة برضو المهمة جدا النوم بعد تناول الأكل مباشرة. كل ديت عوامل بتساعد على ارتجاع المريء. ممكن يحصل مضاعفات من ارتجاع المريء، أيوة ممكن يحصل مضاعفات من ارتجاع المريء، زي التهاب في المريء، وممكن يحصل ضيق في المريء. وبعد كده لو حصل الموضوع ده سبب مشاكل كتيرة ومتكرر كتير، ممكن يحصل سرطان في المريء، وديت بتحصل بنسب قليلة جدا. طيب، بنعرف ازاي؟ او في الفحوصات ممكن نعمل منظار على الجهاز العلوي وبناخد عينة، وممكن نقيس قياس حموضة المريء اللي هي البي اتش خلال 24 ساعة. دي طبعا كل ديت الفحوصات بيطلبها الدكتور على حسب الدرجة وعلى حسب الشكوى اللي بتقابلنا. العلاج بينقسم عندي لثلاث مراحل. الثلاث مراحل ده تغيير النظام اليومي للمريض، والادويه والجراحات. يعني ايه تغيير النظام اليومي بتاع المريض ده؟ ان احنا ما ناخدش الحاجات الممنوعات اللي احنا اتكلمنا عليها، يعني ما ناخدش قهوه كتير، ما ناخدش شوكولاته كتير، ولا طماطم، ولا العصائر الحامضيه زي الليمون، والمشروبات الغازيه نقلل منها، والكحوليات ما نشربهاش. وطبعا نحاول نقلل من الوزن، ما يبقاش فيه سمنه، ونبعد عن التدخين قدر الامكان. وكمان ما ننامش بعد تناول الاكل على طول، ننام بعدها ب3 ساعات على الاقل. الادويه طبعا الدكتور بيوصف لنا الادويه بتاعتنا على حسب الدرجه وعلى حسب الحاله اللي رايح بيها، كونترلوك ورانتيدين وغيره، على حسب الدكتور ما بيوصي. الجراحات لو احنا خدنا الادويه طبعا اللي احنا اتكلمنا عليها، او الدكتور كتب الادويه ومفيش نتيجه،
بيعمل الفحوصات اللازمه، وممكن ولو في مشاكل متكرره او في مضاعفات زي اللي قلنا عليها بيبتدي في تدخل جراحي على حسب الدكتور ما بيشوف الحاله اللي قدامه. وبكده يبقى احنا فهمنا شويه حاجات عن ارتجاع المريء، وعرفنا ايه هي العوامل اللي بتساعد على ارتجاع المريء وما نعملهاش ونبتعد عنها. وان شاء الله دمتم سالمين.